السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا على خير. فيديو اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد التحليه اللي كتجي غزاله بزاف، اولا كيك ولا تعتبروا تشيز كيك. مهم هو شبيه بالتشيز كيك ولكن هو مكوناته سهله بزاف بزاف، متوفره في كل بيت. يعني اقتصادي دغيا كيوجد، ما كيديناش بزاف الوقت، بلا فرن بلا كريم بلا جيلاتين بلا حتى حاجه، وكيجي لذيذ بزاف بزاف. بالنسبه لي انا فانا عندي هنا الكيك اللي هو صغير، اولا المول اللي غنخدم معاه هنا صغير بزاف، ولكن نتوما غنعطيكم المقادير ديال الكيك اللي غادي تقدروا تخدموه ديال 20 سنتيمتر. انا هنا الكيك عندي صغير بزاف، فنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم ينال اعجابكم. ندوزو الطريقه والمقادير. بالنسبه للمكونات فغنحتاجو 200 غرام من بسكوي اي نوع كتفضلوا، غادي ناخذوه غادي نطحنوه حتى كيولي بهذا الشكل هذا، اولا ممكن نضربوه غير يعني نديروه في بلاستيكه وتضربوه شويه حتى كيولي يعني كيتفرتت مزيان. صافي من بعد كتخدموا به كنضيف له 4 المعالق تقريبا حتى 5 ديال الزبده مذابه. فانا كيف كتشوفوا معايا الزبده اللي راني مذوباها غادي نضيفها بشويه بشويه، يعني غنضيف واحد 4 ديال المعالق ولا 3، وغادي نحاول نخلط مزيان. معالق يكونوا كبار عامرين حتى كنخلي داك الزبده كلها كتلبس في داك البسكوي. من بعد ما كنحصل عليه بهذا الشكل هذا غادي ناخذ واحد الاطار اللي يكون تقريبا فيه 20 سنتيمتر، وغادي ندير ليه يعني غادي نوضع داك البسكوي ديالي. غادي نحاول انني نوريك عليه شويه بالكاس هكذا باش انه كيتثبت، وكنوضعوه في الثلاجه. هنا غادي نحتاجو نص لتر ديال الحليب، غادي نضيف معاه معلقه ولا جوج ديال النيدو. ممكن انكم تستغناو على النيدو، غير هو كيعطي واحد المذاق اللي هو زوين. هنا غادي نحتاج تقريبا 3 ديال المعالق ديال الكاسترد اللي هو كريم باتيسير، ممكن تضيفوا نشا في بلاصتو كيبقى لكم الاختيار. 3 المعالق اللي يكونوا عامرين كبار. هنا غادي نضيف السكر كيبقى على حسب الذوق، 2 حتى 3 ديال المعالق كيبقى لكم الاختيار، يعني على حسب ذوقكم نتوما واش كتبغيو الحلاوه بزاف ولا لا. انا هنا ضفت غير 2 ديال المعالق حيت عندي البسكوي اللي راه حلو. غادي نحاول نخلط داك المكونات مزيان. غادي نضيف حتى شويه ديال الفانيلا، وغادي نضيف ندير كلشي فوق النار اللي تكون مهيله، ومع التخليط المستمر يعني كنحاول نحرك مزيان باش ما يلصقليش حتى كيعقد لي داك الخليط. مباشره ما كنزولو من فوق النار كنضيف له هنا ياغورت. ممكن نستعملوا ياغورت طبيعي او لا بالسكر، غير هو يكون عاقد بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا معايا. هذا النوع هذا كيكون عاقد. فصافي غادي نخلطو مزيان. هنا باش غنسم ممكن تخليوه بحال هكا غير بالفانيلا. انا هنا غادي نحاول انني نسمو بشويه ديال الحامض، يعني غادي ناخذ واحد الحامضه غنعصرها وغادي نضيفها حامضه غير صغيره مع القشر ديالها، يعني كنبشرها واحد شويه. كنوضع حتى داك الحامض ديالي تما كيعطي واحد المذاق اللي هو رائع بزاف. غادي نخلط المكونات مزيان ومباشره كنوضعهم فوق داك البسكوي اللي كيكون ديجا بارد. غنوضع كلشي في الثلاجه. من بعد ما كيبرد لي وكيشد فراسو، يعني كتخليه 3 حتى 4 سوايع، شحال ما خليتوه كيعقد كيشد فراسو مزيان. كنزول الاطار وكنزينو تزيين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم. ممكن تضيفوا طبقه من الكريمه ديال الحامض من الفوق، ممكن تزينوا بشرائح ديال الحامض. انا هنا غادي ندير شرائح ديال يعني الفراوله. وهنا باش غادي نعطي واحد اللون غادي نضيف هنا شويه ديال النعناع. ممكن كيف ما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري دائما، كيف ما كنقول لكم دائما على حسب المتوفر وعلى حسب الجيب ديالكم. فكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. كيجي غزال بزاف، المذاق ديالو كيجي رائع بزاف بزاف. نتمنى الفيديو اليوم ينال اعجابكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.